بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن ألفت النظر إلى أن الحادث الذي وقع أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية في ليلة رأس السنة قد وقع مثله حوادث كثيرة في عواصم غربية مثل لندن وباريس وستوكهولم ونيويورك، وفي مناطق كثيرة من العالم بتشهد مثل هذه الحوادث. في باكستان وفي دول كثيرة في شرق آسيا بنشهد مثل هذه الحوادث، يكاد لا يمر أسبوع أو شهر إلا وتقع حادث تفكير ساعة. وبالتالي أرى أنه لا يجب المبالغة أكثر من اللازم عند الحديث عن هذا الحادث. لا يجب أن يأخذ أكثر من حجم. يجب أن نتأنى ونعرف أن هناك خطر يترصد لأمن واستقرار مصر، وأنه يجب أن نتصدى لهذا الخطر بالتأكيد على التماسك الاجتماعي بين كل طوائف الشعب، وبالتأكيد على الحرص من جميع الأطراف على أمن واستقرار البلد، والوقوف صفا واحدا ضد كل المحاولات التي تستهدف أمننا واستقرارنا وسلامنا. مصر دولة مستهدفة من جهات عديدة، قوى دولية وقوى إقليمية تريد هز الاستقرار في مصر، لأنه عندما يهتز الاستقرار في مصر سوف تهتز معادلة التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، لأن مصر يمكن وصفها بأنها رمانة الميزان في التوازن الإقليمي، وهي محور الاستقرار، وهي لا يمكن أن يحدث أي تطور هام في المنطقة بدون أن يكون لمصر دور فاعل فيه. لذلك فإن مصر دولة مستهدفة، وهناك دائما من يتآمر ضدها. المهم أننا ننتبه لذلك ونتصدى له ونضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض.